بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الثالثة من الثورة الصناعية في إنجلترا. زي ما قلنا، الثورة الصناعية بدأت في إنجلترا، فأوروبا كلها، الغرب كله قلدها. دايما في حد بيقود كده، في بتبقى طفرة، حد بيعمل حاجة جديدة حلوة فكل، وهو ده يعني يعني مثلا اكتشاف الزراعة. انتوا فاكرين كده الجنس البشري لما عرف الزراعة كده مرة واحدة قالوا يلا هي نبقى نزرع؟ لا، ده هو واحد اكتشف ان الحبوب اللي بيجمعها كده من الغابات والبتاع، ويحطها كده عنده في اناء، جه عليها ميه ووقعت في الارض، وسابها كده كام يوم، جه وراح مكان تاني يصطاد، جه لقاها زرعت كده. ايه ده؟ الحبوب دي لما نحطها ونحط ميه بتزرع كده وبتطلع لنا البتاع اللي احنا بناكله، طلع طبعا حلو قوي. فبدا يعمل الحكايه دي، يعملها في حته كده، وبعدين يتوسع، وبعدين يجود، وبعدين جه جاره ايه ده؟ قلده، وجاره قلده، وده جاره قلده، وبعدين عبر مثلا 500 600 سنه، جاري قلد جاري، قلد جاري، قلد جاري، قلد جار، فالزراعه انتشرت بقى من مكان لمكان لحد ما بقت في الكره الارضيه كلها. يعني في ناس دخلوا عالم الزراعه ده متاخرين 1000 سنه ولا 2000 سنه ممكن، لحد ما وصلت لهم التجربه. دلوقتي ميزه عصرنا ان التجارب الناجحه ممكن توصلك في نفس الثانيه. ممكن على التيك توك واحد يقول لك احنا بنعمل كذا بكذا، بننتج كذا كذا، بدل مثلا بدل سيراميك الحوائط ده في الواح كده البلاستيك بنلزقها ونعمقها، تبص تلاقي الناس تقلده، لو طلعت حلوه كله بيقلد. ده في قصه مشهوره جدا، كنت لسه كاتب عنها في على الفيسبوك من كام يوم. قصه عن في نوع من الاحذيه اللي هي كنا احنا واحنا اطفال صغيرين قوي، يقول لك ايه، انا اروح اشتري، كنا بنشتريها من باتا، جزمه نعل كريب. ايه النعل الكريب ده؟ النعل كان النعل طبعا زمان، عفوا يعني، نعل الحذاء ده كان بيبقى جلد معمول بطريقه معينه بطبقات، وبيتكسي بحاجه يعني طلعت موضه كده في امريكا وانتشرت في العالم كله. هي لك لا لا لا، ايه الكلام الفارغ ده؟ والنعل الجلد ده بقى يقعد طبعا من كتر المشي الجلد بيتاكل، فيقول لك ايه، نروح لك نركب نص نعل. يعني ما فيش حد فينا احنا اطفال ما عملش الحكايه دي، يعني مش ما عملهاش هو نفسه، كل عيلته. الجزمه عايزه نص نعل، الجزمه عايزه نص نعل، الجزمه عايزه مش عارف ايه لوزه، الجزمه ايه، الجلد بتاع الحذاء بيتاكل من المشي، فتروح للجزمجي فيعمل لك ايه، الجزء اللي اتاكل ده يقوم شايله وحاطط حته جديده ومثبتها، ركب للجزمه نص نعل. فطبعا امريكا قالت الله، وايه القرف ده؟ طب ما نعمل نعل كده قطعه واحده من ماده تكون مقاومه للاحتكاك، غير الجلد لوش الجزمه، للوش بتاع الجزمه اللي بيسموه الفوندي. الجلد مش محتك، عادي الجلد ده بيتلمع، انما النعل الجزمه ده لا، ده معرض الاحتكاك، قوه احتكاك على طول، فبيتاكل زي كاوتش العربيه. طيب فعملوا حاجه اسمها، طب نعمله من ماده ايه؟ ابتكروا ماده اسمها ماده الكريب. دي ماده كده يعني ماده مرنه، هي يعني ماده قويه وفيها مرونه كده، مرنه، عامله زي فماده كده يعني طبعا اللي عاش الايام دي فاكرها، انا فاكرها طبعا، عارفها. يعني هي ماده كده مش من الجلد خالص، ماده بتعمل بالبصق، بيبقى هو كده ماده مرنه سميكه كده، فدي جميله جدا، فيها احسن من النعل الجلد. النعل الجلد كان صلب، يعني ما تعرفش تتنطط بيه وتلعب بيه، يتقطم يتعمل. لا، دي ماده مرنه ومتينه وما تتاكلش، مش محتاج تغير تعمل لها اي ترميم، هي مقاومه عامله زي المطاط، زي المطاط، بس كان بيبقى لونها ملونه بقى بالوان، كان غالبا بتبقى لونها بيج بتاع. يقول لك جزمه نعل كريب ده، انا اروح اجيب من باتا. طبعا اكيد انتوا عارفين باتا دي اللي هي كانت بتعمل الحذاء الرياضي في مصر. دي بقت شركه عالميه دلوقتي، لما عبد الناصر اممها صاحبها خرج بره وعملها شركه عالميه في اوروبا بتعمل الحذاء الرياضي. انا شفت منتجاتها في السعوديه، كانت جايه تقريبا من ايطاليا حاجه كده يعني. ما اعرفش هو اممها ليه يا عبد الناصر، مش قادر افهم يعني اممها ليه. بيضايقك في ايه؟ بتاخد ضرايب. دي شركه بتعمل حذاء، كانت النهارده ممكن تبقى كده قبل ظهور كوتشي ونايكي والحاجات دي، طب واديداس والحاجات دي، طب ما كنت تسيبها تتطور، خد منه ضرايب ماشي. ده راجل عبقري بيعمل حذاء رياضي في مصر ودخل لك الحذاء الرياضي. كان ممكن النهارده باتا دي تبقى ماركه عالميه بتقدم احذيه وحاجات لمانشستر سيتي وليفربول، وكان ممكن يعني زي مثلا نوكيا في فنلندا، زي كده. على عبد الناصر ما شاء الله عليه، يعني خرب الدنيا، والله الله يرحمه بقى.
فالمهم ان الجزمه النعل كريب دي انتشرت جدا في العالم. وخدت بقى مرحله الستينات دي، كل الخمسينات والستينات دي كلها. وبعدين انتهت، خلاص خرجت من التاريخ، يعني ما بقاش حد نعل كريب، ايه النعل كريب ده، خلاص ما بقاش حد يستخدمه. ظهرت انواع تانية من النعال بقى، مش النعال الجلد، لا خلاص انتهى موضوع النعل الجلد ده. انواع تانية بقى من مواد تانية، حاجه اسمها البوريتان والمش عارف ايه، حاجات كده. البوريتان، نعل بوريتان ونعل مش بوريتان، حاجات كده يعني. بس كانت ايه، ما هياش بقوه النعل الكريب ده. فالمهم ان الشركه اللي هي كانت بتنتج هذا النوع من الاحذيه في امريكا، وصلت خلاص، خلاص كانوا بيقفلوا بقى وهيفلسوا خلاص، لان بلغ عدد الطلبات اللي عليهم في السنه 2000 جوز، 2000 جوز في السنه كلها، فخلاص فلست الشركه وهيقفلوها خلاص. حصل حاجه اللي هي بقول لك ايه، ان بواحد طفره كده هي بتجيب وراها حاجات كتير قوي. في يعني دي العلماء بقى والناس اللي رصدوا جت منين من الحكايه دي. في حته في امريكا، في نيويورك، اسمها مانهاتن. مانهاتن دي اللي هي حي المال والاعمال في نيويورك، واللي هو في امريكا وبتاع. فمانهاتن دي الناس طبعا موظفين في الشركات وبتاع، في بارات تحت بينزلوا تحت بقى ايه، في البريك، ساعة البريك، او بينزلوا بعد الشغل كده يقعدوا في البار، ياكلوا لقمة، يشربوا ويسكي، يرقصوا. يوم طويل، يوم من العمل، فبينزلوا بقى في البارات دي يقعدوا كده يقصوا شوية. ففي في بار من البارات دي الشباب قعدوا بالليل اتحمسوا قوي وبداوا يرقصوا جامد، وبنات بقى واولاد، وبقت هيصه قوي. فالولاد كانوا لابسين بقى جزم عاديه، فالرقص كان شديد قوي. قالوا ايه ده، مش عارفين نرقص في الجزم دي. فهم لموا بعضهم ثلاث اربع شبان كده وقالوا تعال نشوف كده، يمكن نلاقي جزم خفيفه. الكلام ده في السبعينات. لقوا محل جزم كده يعني في زقاق كده او حاجه قديم قوي صغير قوي، لقوا عنده جزم من النعل كريب دي. كانت بقى حاجات، بقت حاجه بدائيه كده، ايه النعل كريب ده. قالوا الله، لقوها طريه قاسوها، ايه دي جميله قوي دي. إيه، يلا خدوا كل واحد جزمه ورخيصه جدا، الراجل مش لاقي يبيع. وراحوا ايه، كملوا رقص في البار. الناس كلها شافت النعل كريب، كان شيء جديد لان هو لونه بيبقى بيج كده، بيج غامق، يعني بيبقى لونه زي لون العسل النحل، نفس لون العسل النحل. وشكله جميل جدا. انا كنت بحب النعل كريب ده، كان مريح قوي. انا ما اعرفش اختفى ليه النعل كريب ده. ففي بقيه الشباب والبنات، ايه ده، الله، دي جزمه مريحه كده جميل، ايه ده جبتها منين؟ الراجل اللي جنبينا ده كله راح اشترى من الراجل ده. طبعا العيال دول بيروحوا بقى كل يوم في بار تاني، فالبار التاني اللي راحوه تاني يوم او بتاع، ايه ده، الله، ده منين، ده من عند ايه. بقوا بيدوروا على الاماكن اللي بيتباع فيها النعل الكريب ده بابره. قام التجار بقى اللي هم لسه كانوا بيشتروا النعل كريب ده اتصلوا بالمصنع، ابعت لي 1000 جوز، ابعت لي 5000 جوز، ابعت. ايه ده، صاحب المصنع كان هيتجننوا، ده احنا خلاص بنقفل وبنوزع اللي باقي على الشركاء، خد انت الحته دي وانا اخد الحته دي، والله هنروح. ايه ده، لا، في اول سنه اتطلب منهم 2 مليون جوز، 2 مليون، من 2 مليون. والشركه رجعت تاني تطفو، وبقت من افضل الشركات في امريكا من حيث الاداء. فهي دي الطفرات اللي بتحصل، الطفرات ان بتحصل طفره، ازمه، يعني في ازمه، بتظهر حاجه تحل الازمه، فالعالم كله بيجري وراها. وانا كنت اتكلمت قبل كده حتى عن الشيتوس، عارفين كيس الشيتوس اللي هي البطاطس اللي عليها جبنه دي، انا اتكلمت عنها كتير. عن الراجل اللي عملها ده كان عامل في شركه شيبسي. مش شيبسي الاسم شيبسي، هي شركه بتعمل شيبسي في امريكا، وكانت برضه مفلسه ومش قادره تنافس الشركات الكبيره، ليز ومش ليز والحاجات دي. فالعامل النظافه ده كان شغال عندهم، هو كان عامل مكسيكي غلبان جدا مش لاقي ياكل، وكان بيعمل نظافه. سمع مجلس الاداره داخل ينظف، فهم قاعدين يتكلموا ولا مش عارف هنقفل الشركه مش عارف إيه. فهو افتكر ان امه كانت بتعمل له بطاطس وبتحط عليها جبنه وبتحمرها وتوابل وبتاع، وكانت بتبقى طعمها لذيذ جدا، وفلفل ومش عارف ايه، وكانت بتبقى طعمها لذيذ جدا، خلطه كده. فجه راح تاني يوم بالليل قعد يعمل البطاطس دي زي امه كانت بتعملها له. وتاني يوم وداها لايه، لمجلس الاداره. قعد يتحايل على الناس، اخش اقابل رئيس مجلس الاداره. انت مجنون تقابله ازاي؟ اقابله بس ادوا له 5 دقايق، عندي حاجه مهمه. دخل له قال له ايه، عايز ايه يا ابني؟ قال له بص دي
قال له ايه ده؟ خد ساعتها تجرب. ده الراجل الله ايه ده لذيذه قوي دي. هكمل فيلم.